وها نحن توقعات لدور المجموعات لكأس العالم قطر 2022 وتوقعات جبريات. يعني جيس وات بقى، يعني هنشوف بقى التوقعات هتصيب هتخيب، اللي دائما توقعاتي بتخيب وساعات بتبقى صح، ساعات بتبقى صح. يعني بص كده اهو، يعني هنشوف. فأهلا بيك في توقعات جبريات لكأس العالم قطر 2022. المجموعة الأولى، وهي مجموعة اللي بتضم قطر، إكوادور، سنغال، هولندا. وأنا فاتح من طبعا أنا فاتحها عشان خاطر ما ننساهاش، يعني عشان هي كتيرة بصراحة. قطر، إكوادور، السنغال، هولندا. بصراحة يعني أنا شايف إن المجموعة دي يعني غبية حبتين. مجموعة ما تفهمش، ممكن يكون الأربع فرق، الأربع منتخبات عايزين يعملوا حاجة، الأربع منتخبات ممكن تتوقع منهم حاجة. قطر على أرضها وسط جمهورها بتهيألي مستضيفة الهيلمان ده كله، وبصراحة عاملين يعني شغل ولا أروع، شغل كبير جدا جدا معمول في الأراضي القطرية. فأعتقد بنسبة كبيرة مركز أول. لو وجود ساديو ماني موجود، ساديو ماني، وانا خلاص هو مش هيلعب اول ماتش قدام هولندا، اللي هو غالبا هيبقى اصعب ماتش بالنسبه النادي ايه واخد ام الامم اوروبا، الدوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي اللي جنن دماغنا. وهي السنغال هتلعب اول ماتش اللي هو اصعب ماتش تقريبا قدام هولندا، مع يعني عدم وجود ساديو ماني. دي حاجه طبعا يعني عارف انت السيناريو ده بيفكرك في حاجه. السيناريو ده ما لعبش اول ماتش وبعد كده لعب تاني ماتش وتاني ماتش وكتفه يعني بيفكركش في حاجه. بس فاعتقد وبنسبه كبيره ان اللي هيتصدر المجموعه دي وهيبقى بالعافيه، اللي هيتاهل بالعافيه، واللي مش هيتاهل بالعافيه. هتكون مجموعه متقاربه بشكل كبير جدا. ولو اني انا شاكك ان اللي هيتصدر المجموعه دي، وتوقعي انا للمجموعه دي التصدر: مركز اول السنغال، مركز تاني هولندا، مركز تالت قطر. وبنسبه كبيره هتبقى قطر. مركز رابع هيبقى الاكوادور، ومش هتبقى حصلت مجموعه. قطر مش اكوادور مش هتبقى حصلت مجموعه، لان اعتقد هي ممكن تبقى معاها نقطه نقطتين، ليس اكتر ولا اقل. لان هي اعتقد مش هتقدر تجاري الدنيا قدام السنغال، مش هتقدر تجاري الدنيا قدام هولندا. ممكن تاخد النقطه دي قدام قطر، ولو ان قطر شاكك برضه ان هي ممكن تفوز على الاكوادور. المجموعه الثانيه، وهي اللي بتضم انجلترا وامريكا والولايات المتحده الامريكيه وايران وويلز. المجموعه دي عايزه الامم المتحده. المجموعه دي داخله حرب عالميه ثالثه من الاخر يا صاحبي، فاهم؟ المجموعه دي فعلا داخله حرب عالميه ثالثه. طبعا انجلترا احنا كلنا عارفين العناصر اللي عندها عناصر كويسه، عندها عناصر تقيله، هتتاهل كده كده. انجلترا هتتاهل بنسبه عظيم كبيره، ولكن الاداء بتاعها مش هيبقى احسن حاجه بالنسبه لمنتخب انجلترا، لان كلنا عارفين طريقه لعب منتخب انجلترا. وعندك امريكا اللي انا اتفاجئت ان فيها لعيبه كويسه طبعا كلنا عارفين كريستيان بوليزيتش، وفي ميكيلي بتاع اليوفنتوس، انا اتفاجئت اصلا ان هو امريكاني. وايران طبعا الراجل اللي غفلنا وراح كاس العالم، الاستاذ بقياده كارلوس كيروش. وويلز. بص، هي هتبقى زي ما هي كده: انجلترا، امريكا، ايران، ويلز. وممكن ودي هتكون مفاجأة ان امريكا هو اللي ممكن يصدر المجموعة، وهتبقى بطلوع الروح لحد الرمق الاخير. هتبقى مع منتخب انجلترا، ومنتخب انجلترا هي تاني. فهي اعتقد هتبقى يا اما انجلترا اول، يا اما امريكا، يا اما امريكا انجلترا، حاجه من دول ده اللي هيحصل. ايران ما اعتقدش ان هي ممكن تعمل حاجه، ممكن على الاقل ان هي تكسب ويلز او تتعادل معاها. ده اللي انا شايفه. ده بالنسبه للمجموعه الثانيه. نبص على المجموعه اللي بعديها. المجموعه اللي بعديها وهي المجموعه الثالثه، اللي بتضم ارجنتين، المنتخب السعودي، مكسيك، بولندا. بص، كده كده الارجنتين هتتاهل بالعلامه الكامله. ارجنتين هتتاهل بالعلامه الكامله للدور اللي بعد دور المجموعات. السعوديه اعتقد ان هي ممكن تعمل مفاجاه، لانها عندها عناصر كويسه جدا. فعندها سالم الدوسري، مش عارف مين انا مش فاكر اساميهم كلهم بصراحه. فاعتقد ان هي هتبقى ارجنتين بالعلامه الكامله مركز اول. مركز تاني اعتقد هيبقى، وده ريسك شويه بس هنقوله واتمنى ان ده يحصل، السعوديه مركز تاني. ان السعوديه اعتقد ان هي هتتعلم من اخطائها بتاع السنه اللي فاتت. وطبعا كفايه الماتش بتاع روسيا اللي كان دش سخن بالنسبه للمنتخب السعودي، ان هو ممكن يقدر يعمل حاجه السنه دي، وان فعلا المنتخب ده قادر ان هو ينافس شويه، وممكن ما مش هيروح ادوار بعيده قوي، بس ان هو ممكن يتاهل. فاعتقد هتبقى ارجنتين، سعوديه، ونيجي بعد كده المكسيك وبولندا. اللي هتبقى بولندا المكسيك. بولندا عارفين ما عندهاش غير روبرت ليفاندوفسكي. فاعتقد روبرت ليفاندوفسكي كده كده هيجيب اجوان. روبرت ليفاندوفسكي هيحقق حاجه كويسه السنه دي في الاجوان بالارقام الفرديه، ولكن هيحقق حاجه مع المنتخب مستحيله، يكاد تكون مستحيله. فاعتقد ان هي هتبقى بولندا مركز ثالث، مكسيك مركز رابع.
وهنا ده يستوقفنا نخلينا نقف عند المجموعة الرابعة، وهي مجموعة فرنسا والدنمارك وتونس وأستراليا. بص، هي يعني 50-50 المجموعة دي شوية. اعتقد هي كده كده فرنسا هتتأهل، بس فرنسا هتتأهل بالعافية بطلوع الروح، بفرق نقطة عن الدنمارك، او ممكن تفرق نقطة عن تونس. ممكن تونس على فكرة تخطف بطاقة التأهل بالمركز التاني. استراليا يعني اعتقد برضو استراليا عندها عناصر كويسة. مجموعة فعلا الاربع منتخبات فعليا عايزين يقدروا حاجة كويسة. بس انا في ريسك عايز اخده بصراحة، واللي انا حاسه فرنسا هتطلع. فرنسا مركز تالت، دنمارك مركز تاني، تونس مركز اول، استراليا مركز اخير. او يا اما استراليا مركز اول، تونس مركز دنمارك مركز تاني، استراليا رابع، استراليا تالت، وفرنسا اخير. لان فرنسا اعتقد مستواها مش احسن حاجه، او فيها شبه حاجه زي باريس سان جيرمان كده، اللي هو كده اهو فاهم. انا عندنا سكواد ابن ميتين كده ملوش في الدنيا حاجه. فده بالنسبه للمجموعه الرابعه. نروح للمجموعة الخامسة ولا الستة؟ الخامسة، احنا في الخامسة، وهي اللي بتضم اسبانيا، المانيا، اليابان، كوستاريكا. مش عارف بصراحة مش عارف. بس هي اعتقد يعني بالبديهة يا اسبانيا يا المانيا، يا المانيا يا اسبانيا، اليابان كوستاريكا، او كوستاريكا اليابان. مش هتيجي عن كده. اسبانيا عندها عناصر كويسه بس مش احسن حاجه، معظمهم لسه شباب، معظمهم لسه ما عندهمش الخبره الكافيه اللي تخليهم ان هو ممكن يقدروا يقفوا قدام المانيا او يقفوا قدام اليابان. اليابان طبعا عارفين ان هي ابرز لعيب فيها هو كامادا، لعيب فرانكفورت. كوستاريكا عارفين ان هي ابرز لعيب فيها هو كيلو نافاس. فاعتقد بنسبه كبيره ان اسبانيا هتخطف بطاقه التاهل بالمركز الثاني، المانيا اول، اليابان ثالث، كوستاريكا رابع، وممكن ممكن كوستاريكا تاني والمانيا اول، اسبانيا ثالث، اليابان اخير. ده بالنسبه للمجموعه الخامسه. المجموعه السادسه وهي مجموعه البرازيل، صربيا، سويسرلاند، كاميرون. طبعا هنا انا هقف هنا دقيقه ثانيه على المجموعه دي، وهفتكر كلام الاخ سامويل ايتو. انا مش عارف سامويل ايتو ده، يعني الراجل كان يعني ما اعرفش هو باين عليه الناس لما بتكبر بتهبل ولا ايه، مش عارف. قال لك الكاميرون هتروح كاس العالم وهتكسب المغرب في النهائي. تقريبا دي احلام العصر، او تقريبا هو الشريط سف منه حاجه كده يعني. فاعتقد بنسبه كبيره هتبقى برازيل. صربيا عندها عناصر يعني تقريبا متروفيتش، مش عارف ايه، كوفازيتش، عندها زيتش كتير. انا مش فاكر غير متروفيتش اصلا. سويسرلاند برضو عندها عناصر كويسه، ده كفايه ان هي عندها الحارس سومر اللي ما بيظهرش غير في البطولات القاريه او في الحاجات بتاعت المنتخبات يعني. فاعتقد ان المجموعه دي اللي هتصدرها هو البرازيل وبالعلامه الكامله. صربيا مركز تاني، سويسرلاند مركز تالت، الكاميرون مركز اخير. او يا اما هتبقى برازيل مركز اول، سويسرا مركز تاني، صربيا تالت، كاميرون اخير. كاميرون ستيل اخير. كاميرون مش هتعدي اكتر من دور المجموعات وهتبقى حصالة المجموعة. المجموعة الاخيرة وهي مجموعة البرتغال، غانا، اوروجواي، كوريا. بص، البرتغال هي بتعشق الدراما. البرتغال تعشق الدراما، ان هي مش عارف لازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا، زي ما الدكتور ممدوح نصر الله كان بيقول امبارح. قال ان البرتغال هتتأهل بس بالدراما، واعتقد انا اتفق مع دكتور ممدوح نصر الله في هذا الرأي، ان البرتغال هتتأهل بالدراما بس هتتأهل مركز اول. او يا اما ممكن بنسبة كبيرة جدا اوروجواي هتتأهل مركز اول، برتغال تاني، كوريا تالت، غانا مركز اخير. لان غانا اعتقد مش المنتخب القوي اللي هو ممكن يقدر يعمل حاجه، او ان الناس مستنيه منه حاجه اصلا. هو كان داخل اساسا بالحب اساسا البطوله دي. فاعتقد اوروجواي عندها عناصر كويسه جدا، عندها ايديسون كافاني يعني اللي هو اساسا هو وسواريز هيفضلوا مهاجمين اوروجواي اساسا لحد 2065 فاهم. وعندها طبعا داروين نونيز، عندها فالفيردي، عندها رودريجو بنتنكور، عندها فعلا عناصر ممكن تخليها ان هي توصل لحاجه كويسه. فاعتقد يا برتغال اول، يا اوروجواي تاني، يا اوروجواي يا برتغال. كوريا مركز تالت. اسمها ايه دي، غانا مركز اخير. ولو ان انا شايف ان كوريا برضو ممكن تعمل حاجه في ظل وجود سون هيو مين، في ظل وجود مش عارف مين مش عارف، انا بقول في ظل وجود مين سون ابرز لعيبه عندهم يعني. فغالبا وبنسبه كبيره برضو ممكن كوريا تبقى مركز تاني، برتغال مركز اول، غانا برضو مركز اخير. دي بالنسبة للتوقعات بتاعة كأس العالم. وبس كده يا صديقي، دي كانت توقعات جبريات
دور المجموعات بالنسبة لكأس العالم إن شاء الله اللي هيبتدي يوم الأحد، الماتش الافتتاحي ما بين قطر والإكوادور الساعة السادسة، تمام، السادسة بتوقيت القاهرة. وبس أتمنى بقى إن شاء الله لو توقعاتي جت صح فيما بعد بإذن حين ويحييكم ربنا، لما بعد لما دور المجموعات يخلص نبقى نرجع للفيديوهات ونشوف إيه أنا توقعت صح ولا غلط. وأتمنى كمان أن أسمع توقعاتك انت كمان يا اخويا، ونشوف الدنيا بقى هتمشي ازاي مع بعضينا، ومين فينا ايه، مين فينا توقعاته صابت ومين فينا توقعاته خابت، ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. وبس كان معاكم امين الجبري وحلقة برنامج جبريات. سلام عليكم.